الحوايج الصغار اللي ننساو نفيريفيهم في السيارة وعلى جالهم تقدر تخسر أكثر، خاصة النقطة الثالثة. قعدوا معايا. أولا سائل الفرامل لو ليكيد دو فران، هذا اللوكيد يشرب الرطوبة من الهواء حتى ولو كان السيارة حابسة ما تمشيش، وهذا ينقص في النوعية تاعو واللي يخلي البيضة تاع الفرامل طرية وتنقص في الفريناج، وتنجم حتى تهلك نظام الABS والو اس بي. لهذا لازم تبدلو كل سنتين أو بين 50,000 و 60,000 كيلومتر. ثانيا الزيت تاع لا ديريكسيون اسيستي هيدروليك، بزاف ناس ما يعرفوش بلي عندهم هذا الزيت اصلا. هذا الزيت تاع لا ديريكسيون لازم تفحص ديما المستوى تاعها في القرعه هذه. اذا ما عندكش هذه القرعه وين مرسوم عليها الفولون، معناتها عندك ديريكسيون اسيستي الكتريك. واذا عندك الفولون ثقيل ولا تسمع الصوت مزعج كل ما تدور الفولون، هنا اما عندك مستوى تاع الزيت هابط، يعني عندك فيت في كيس جهه، اما لا بومب دو ديريكسيون عيات. بصح هنايا هذه تسقام لك شويه غاليه. النقطه الثالثه زيت علبه الاوتوماتيكيه، لابواط اوتوماتيك. كاين بزاف الحسبات لهم باللي هذا الزيت ما يتبدلش، وهذا خطا. مع الوقت هذا الزيت يتوسخ، يتحرق وينقص في النوعيه تاعو، واللي يسبب لك هذه الاعراض. تحس السيارات تبدل لي فيتاس بطريقه قاصحه، الفيتاس يتبدلوا اوروطار، ومن داك تحس ضربات خفيفه كي تكون تسوق. لهذا لازم تبدل الزيت تاع لابواط اوتوماتيك بين 60,000 كيلومتر و 80,000 كيلومتر، وكاين وين تنجم تلحق حتى 100,000 كيلومتر حسب نوع السيارة تاعك. وكي تبدل الزيت ما تنساش تبدل معها الفلتر تاعها. وزيد لكم معلومة، إذا كنت تمشي بزاف في السيركيلاسيون من الأفضل تبدلها قبل الكيلومتراج اللي قالك عليها الصانع. وإذا عندكم بعض النصائح حطوها في التعليق. أبوني للمزيد من المعلومات، وشكرا.